السلام عليكم. طبعا في حلقة النهاردة هنتكلم عن مارفل ودي سي مع بعض. ده لأن لما بعمل حلقات على مارفل القناة عندي بتقع شوية، وغير كده أخبار دي سي ما بقتش تصر زي زمان. فيعني إن شاء الله قدام هنبقى نعمل حلقات أكتر سواء عن مارفل أو عن دي سي أو عن الأفلام والمسلسلات بشكل عام. بس قبل كل ده ياريت تتأكد أول اللي أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. متنسوش طبعا اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معكم محمد وليد ويلا بينا نشوف مع بعض إعلان فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس والانطباع الأول لفيلم بلو بيتل. طيب خلينا نبدأ أول على السريع مع إعلان فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس الأنيميشن اللي كلنا مستنيينه. الإعلان كان جامد جدا وظهر في واحدة من الكادرات بتاعته كل نسخ سبايدر مان تقريبا، حتى النسخ اللي في الألعاب، وطبعا في احتمال اللي احنا نشوف النسخ السينمائية كمان سواء بقى توم هولاند أو توبي ماجواير بالشكل الأنيميشن الجميل بتاع سبايدر فيرس. وغير كده طبعا نسخة سبايدر مان 2099 النسخة المستقبلية لسبايدر مان، واللي هو هيكون الفيلن الرئيسي غالبا اللي هيقدم صوت الشخصية دي هو أوسكار آيزاك مون نايت بنفسه. طبعا مستني الفيلم ده بشكل كبير جدا وأتمنى إن هو يكون بنفس مستوى الجزء الأول. ده ميعاد نزول الفيلم، نسبة ترقبي أكيد هتكون 10/10. وبالنسبة لفيلم بلو بيتل، قبل أي حاجة في ناس كتير شايفين إن شخصية بلو بيتل مجرد نسخة لسبايدر مان بس هو لابس أزرق. في الحقيقة لأ، هو في نسخة لسبايدر مان جوه دي سي وهو بلاك سبايدر. أما بقى بالنسبة لبلو بيتل مفيش أي علاقة بيه بسبايدر مان، أصلا مفيش أي تشابه ما بينهم. انت هنا بتتكلم عن مراهق عنده قدرات حشرة، يعني لا مفيش أي تشابه. وبالنسبة طبعا للفيلم المفروض إن هو كان تحت الاختبار، والمفروض إن هو هياخد رأي مبدئي من جوه الاستوديو، والنتيجة طلعت ب3 حاجات مهمة جدا. أول حاجة هو إن الفيلم أخد انطباع إيجابي جدا على عكس أفلام تانية زي أكوامان and the Lost Kingdom. وغير كده تاني حاجة إن البطل بتاعنا عنده 20 سنة وتخرج من جامعة جاسم يونيفرس، نفس الجامعة اللي اتخرج منها فيكتور ستون. وأخيرا سمعنا حاجة عن سايبورغ حتى من بعيد، يعني ممكن نشوفه في مشاهد فلاش باك وهو صغير حتى. وتالت وأهم حاجة في الفيلم إنه هيكون من بعد أحداث فيلم فلاش، وفيه ريفرنس عن فلاش وسوبر جيرل وسوبرمان. يا سوبرمان. كل دي أسباب تخليك تتحمس للفيلم. وغير كده ما تنساش إن كان في احتمال إن باتمان يظهر زي ما لمح واحد من الكاست، إن ممكن نشوف باتمان عايز يجند بلو بيتل ولكن مش للجاستس ليج، للتايتنز. فممكن ده يلمح على ظهور فريق التايتنز لأول مرة. أتمنى الشخصية دي تتقدم بشكل كويس ويكون لها دور في الخطة الجديدة، وإن كان أنا مش متحمس خالص للخطة الجديدة ونفسي إن هما يشيلوا جيمس جان وبيتر سافرين ونبدأ على نظافة مع شخص تاني، ولكن متحمس لشخصية بلو بيتل. وأكيد طبعا متحمس لسبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس. وممكن أكون متحمس لناحية مارفل أكتر اليومين الجايين بسبب إن دي سي حتى لو قدمت الأفلام اللي هتنزل السنة الجاية بشكل كويس فده برضو مش هيغير الواقع اللي احنا داخلين على كارثة مع جيمس جان. ولكن خلينا نستنى وخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل قدام. بس كده ده كان كل اللي عندي النهاردة. لو حبيت محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات اكتر ياريت تنزل تشتركنا تحت وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش طبعا اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، اشوفكم على خير الله في الحلقات اللي جاية. سلام.